شركة دلتا مصر للماكينات وخامات التعبئة والتغليف بنقدم لكم النهاردة ماكينة فاكيوم غرفتين موديل 603 لتغليف الطماطم. المكنة شغالة على كهرباء البيت العادية 220 فولت. المكنة غرفتين مصنوعة بالستانلس الكامل. عرض الغرفة الواحدة 40 في 40. طبعا نجرب تجربة ونشوف طريقة تشغيل المكنة. نجيب الأكياس بتاعتنا بالشكل ده كده ونرصها على مسطرة اللحام. بننزل بالغرفة بتاعتنا بعد ما رصينا الأكياس. بعد كده بنجهز الغرفة التانية بعديها على طول، عشان دي الغرفة الأولى خلصت بننزل على اللي بعديها على طول. طبعا وظيفة المكنة عندي إن أنا بسحب الهواء من داخل الكيس، وبعد كده بلحمه. إن أنا لو عايز أحتفظ بالمنتج بتاعي يعيش معايا عمر أطول من العمر الافتراضي، بعمل له عملية فكيامة. بصدر المنتج بتاعي، بنقل المنتج بتاعي من مكان لمكان، بعمل له عملية فكيامة بالشكل اللي احنا هنشوفه عشان يعيش عمر أطول من العمر الافتراضي بتاعه. طبعا مفيش هواء خالص داخل الكيس، وده شكل اللحام. هنشوف الغرفة التانية بتاعتنا، ادي نفس الكلام، نفس اللحام. الكيس التاني مفيش اي فراغات هوا. ماكينة فاكيوم موديل 603 مقدمة من شركة دلتا مصر للماكينات وخامات التعبئة والتغليف. شرح محمد عادل، فني كهربائي وميكانيك، باب الشعرية.